حلمت بواحد الشخص الملامح ديالو وجهه ما بايناش مزيان، قرب لعندي وبواحد السرعه كبيره بزاف وقال لي، بدا كيخنق فيا وكيهضر معايا وكيقول لي، وانا ما قدرتش حتى نحيد ليه يدي. حطيت يدي على يدي وكنحس براسي بحال حطهم على شي حجره. بدا كيقول لي، علاش باغي تدخل لهذا العالم؟ راه ما يمكنش تخرج منه، خطوتي خطوتك الاولى وهاد الخطوه راه ما كترجعش للور. الا دخلتي لهذا العالم فغادي تبقى منك لراسك. عالم الشياطين والجن ماشي بالعالم الهين اللي تقدر انت وانا ندخلوا ليه وبلا ما يوقع لنا حتى شي حاجه. الا لقيتي راسك فيك الفضول بزاف وبغيتي تدخل وتقرب من هذا العالم هذا بزاف، فنصيحه مني ليك، غير بقى بلاصتك وعندك تقرر انك تدخل لهذا العالم شي مره. سميتي عبد الغفور، في عمري 25 عام. من بعد ما خديت الباك ديالي اول حاجه قررت نديرها هي نخرج من المغرب، ماشي حيت ما كيعجبنيش ولكن بالعكس المغرب بالنسبه لي هو احسن بلاد في العالم، وهذا الشيء غادي نزيد نتاكد منه من بعد ما غادي نخرج منه. الوجهه اللي كلشي كيمشي ليها واللي هي معروفه اللي هي فرنسا، دفعت انا لفرنسا وتقبلت، ولكن ما مشيتش لفرنسا، بدلت الراي ديالي ومشيت للدوله اللي حدا اللي هي المانيا. ما ترددت ولو ثانيه باش ناخذ هذا القرار هذا، ما كانش كيحسب ليا بلي هادشي اللي غادي نديرو غادي يدخلني في دوامه وسلسله من الاحداث اللي مرتبطه ببعضياتها، واحد الطريقه اللي ما عندها حتى شي تفسير. الوالد والوالده كانوا مساندين ليا في القرارات ديالي. الوالد ديما كان كيقول لي انت راجل دير اللي يعجبك. دوزت كاع داكشي اللي كان خصني ندوز وخرجت لي الفيزا. الوجهه هي المانيا، مدينه ديسلدورف. كنت كنعرف واحد الدري تما سميتو عمر، قرا معايا في البلاصه اللي كنت كنقرا فيها اللغه الالمانيه في كازانيت. قلت فاش غادي نسالي غادي نوصل تما غادي نجلس عنده على ما نلقى الكرا، وداك الشيء نيت اللي كان. سلمت على مالين الدار ومن بعد ما ركبت في الطياره، كانت اول مره غادي نركب في الطياره. من بعد ساعه ونص ديال الطريق البيلوت غادي يدوي في الميكرو وغادي يقول لنا باللي هبوط اضطراري في مطار مدريد. بنادم بدا كيغوت وبدات كترون في الطياره وانا ما فهمت شي حاجه. لا حنا ولادنا كيتسناونا، لا خدمتنا كتسنانا، ما خصناش نتعطلوا، لا انا عندي رونديفو مع الطبيب. المهم بالباله في الطياره وانا غير جالس وكنتفرج، كنحس بواحد الاحساس اللي غريب بزاف صراحه. شي حاجه كنحس بها بحال كتمنعني انني ما نمشيش. هذا ماشي هو اول عائق غادي يوقف ليا في الطريق ديالي، كانوا بزاف صراحه مشاكل وعوائق اللي ما كان عندهم حتى شي تفسير. بقيت مصر انني نمشي، العوائق ما قدروش يحبسوني. السيد اللي كان جالس حدايا تعصب بزاف فاش سمع باللي غادي خصنا نديرو هبوط اضطراري في مدريد، حيت مورا ما غادي نهبطوا غادي خصنا نتسناو بزاف على ما نوصلوا لديسلدورف اللي في المانيا بطبيعه الحال. ناض قال لهم باللي يقولوا لنا غير علاش غادي نديروا هذا الهبوط الاضطراري هذا في مدريد، عطيونا شي تفسير منطقي لهذا الشيء هذا، علاش غادي نديروا هبوط اضطراري. المضيفه ديال الطيران غادي تبان ليها دخلت للكابين اللي فيها البيلوت وسدات عليها، بقات تما المده اللي ما فايتاش 3 دقائق وعاودت خرجات. فاش خرجت الملامح ديالها مغيرين بزاف وغادي يكونوا مبدلين على المره الاولى اللي دوات فينا. دوات في الميكروفون وقالت باللي كاين عطب تقني صغير في المحرك، غادي نهبطوا ديك الساعه غادي نعاودوا نطلعوا من اسبانيا في الاتجاه ديال المانيا. المضيفه الصراحه بان ليا الصوت ديالها ماشي بحال المره الاولى اللي دوات فيها في الميكرو. بنادم زاد كيغوت وما فهمت شي حاجه، بقات كدوي معاهم كتقول لهم بلي هادشي هذا راه عنده علاقه بالسلامه ديالكم. كلشي بدا كيغوت، انا بقيت جالس حتى شي حاجه ما غيراتني وما حركاتنيش حتى واحد. ما لاحظ الوجه ديال المضيفه ديال الطياره اللي كانت كدوي معنا وكيفاش تبدل من بعد المره الاولى فاش دخلت الكابيني وعاد خرجت. جاني واحد الفضول كبير بزاف باش نعرف شنو واقع وبغيت نسولها. الطياره اللي كنا راكبين فيها من دوك الطيارات الكبار بزاف، الناس اللي مخلصين بيا عاديه غيكونوا جالسين القدام، وإلا تميتي غادي اللور كاينه واحد الفجوه اللي فرقت الطياره. ديك الفجوه وديك البلاصه هي اللي فين كيصاوبوا فيها المضيفات ديال الطياره الماكله وكل شيء. كاين حتى واحد طواليت تما. فاش كتفوت هذيك الفجوه وكتم غادي اللور موراها كاينه ديك البلاصه اللي ديال الناس اللي مخلصين بي بيزنس كلاس. بانت لي المضيفه ديال الطيران مشات لديك البلاصه وفي ديك الفجوه انا قررت انني نتبعها، والمضيفه الاخرى اللي كانت خدامه معها بانت لي بعيده بزاف. قلت هذه هي الفرصه يمكن باش نمشي وندوي معها ونسولها علاش غادي نديروا هذا الاسكال هذا. المضيفه دخلت وسدات الخاميه وانا نوقف عليها تما. قالت لي باش نقدر نعاونك اسيدي. انا قلت لها حتى واحد ما لاحظ التعابير ديال الوجه ديالك اللي تغيروا بين المره الاولى اللي دخلتي والمره اللي خرجتي. بغيت نعرف غير شنو المشكل اللي وقع في الطياره. قلت لها واش غادي نموتوا؟ قالت لي لا.
قالت لي ولكن، قلت لها ولكن شنو؟ عيات معايا باش نرجع لبلاصتي، ولكن انا بززت عليها باش تقول لي شنو كاين. قلت لها ما غاديش نمشي من هنايا حتى تقولي لي شنو كاين. قالت لي بلي كاين شي واحد في الغرفه ديال المحركات، وهاد الحاجه ديالي خلات السخونيه ديال الطياره طلع بزاف، والا بقينا بحال هكا الموتور ديال الطياره غادي تشعل فيها العافيه. انا بقيت غير كنشوف فيها وكنتسنى منها شي تفسير منطقي لهذا الشيء، حيت هاد الحوايج هادو اللي قالت لي راه ما مفهومينش. قالت لي بلي ما نقدرش نزيد اكثر على هذا الشيء، خصك ضروري ترجع لبلاصتك دابا سيدي. ديك الساعه جرات الميكرو اللي كان في هذيك الساعه وبدات كدوي، وقالت بلي غادي ننزلوا دابا وخص كلشي يربط الاحزمه ديالو. رجعت لبلاصتي وانا ما فهمت شي حاجه من الهضره اللي قالت. نزلت الطياره ودخلنا لواحد القاعه كبيره بزاف، قالوا لنا بلي المشكل ما غاديش ياخذ بزاف ديال الوقت وغادي نعاودوا نمشيو مره اخرى. اون فوا غادي نساليو من هذا المشكل هذا، ديك الساعه غادي نقدروا اننا نعاودوا نشدوا الطريق ديالنا لمدينه ديسلدورف. في خضم ديك الغوات كامله اللي كاين تما، ديك الروينه اللي نايضه وكلشي كيغوت، انا غادي نجبد التليفون ديالي وغادي نصيفط الميساج لصاحبي الياس وغادي نقول ليه داكشي باقي تابعني وما باغينيش نمشي. بدا كيضحك وقال لي شنو وقع عاوتاني. انا عاودت ليه البلان كامل وبدا كيضحك، قال لي بان لي بلي غادي تعيش واحد البيريود عامره بالتشويق والاثاره تما. عمرهم وصلوا معايا لهاد الحد هذا. المهم من بعد 4 ديال السوايع تقريبا غادي نرجعوا للطياره وغادي نعاودوا نمشيو وغادي نكملوا الطريق ديالنا ديريكت لديسلدورف. وصلت لتما تقريبا مع ديك 11 ديال الليل، لقيت الدري كيتسناني في المطار، بنت لي عيان ومسخسخ ديال بصح وعينيا حمرين. يلا بغى يعنقني، قلت ليه ما تعنقني، ما تا شي حاجه. مديت ليه الفاليزه وشدها في يدي وتم غادي تابعني. قال لي باينه باللي جيتي وانت شاد شي كتاب في الطريق وداك التخربيق اللي كتقرا فيه ديما. هو صراحه عارفني باللي كنقرا دوك الروايات وداكشي اللي عندهم علاقه بالعالم الاخر. صراحه ما قدرتش نجاوبو حيت انا باقي بالي مع داكشي اللي قالت لي المضيفه، كيفاش غرفه ديال المحركات كاين فيها شي شخص وفيها شي واحد اللي وماشي شي حاجه. وهذه هي الجمله اللي قالتها واللي ما فهمت فيها حتى شي حاجه وباقي كنرياليزي فيها لدابا. من تما مشينا للبيت ديالو. عمر دري ظريف صراحه بزاف، غير هو ما كيدير حتى شي حاجه في حياته من غير الاف اي ستوديو وداك الشيء اللي كيصور فيه الموسيقى ديالو وداك الشيء والكمايه والطاسه. دخلت البيت ديالو وبحال غزه فاش كضرب فيها شي قنبله، الطاش والتراب والغبار والبيرات يعني القراعي ديال الشراب وداك الشيء. بقيت كنشوف داك البيت ما لقيتش فين نحط الفاليز ديالي. البيت كامل عامر بالريحه ديال الكارو والقراعي ديال الشراب مشتتين في البيت. عمر شعل واحد الشمع حداه وحط واحد البيسي قدامه وخدام في الموسيقى ديالو. حوايجي ما قدرتش نبدلهم بالعيا اللي بديت كنحس به. لحت الباليزه ديالي فوق ديك القراعي وانا نتلاح وانا نعس. وانا ناعس بديت كنحلم واحد الحلمه في شكل، حلمت بواحد الشخص الملامح ديالو وجهه ما بايناش مزيان، قرب لعندي وبواحد السرعه كبيره بزاف وقال لي، بدا كيخنق فيا وكيهضر معايا وكيقول لي، وانا ما قدرتش حتى نحيد ليه يدي. حطيت يدي على يدي وكنحس براسي بحال حطهم على شي حجره. بدا كيقول لي علاش باغي تدخل لهذا العالم، راه ما يمكنش تخرج منه، خطوتك الاولى وهاد الخطوه راه ما كترجعش للور. الا دخلتي لهذا العالم فغادي تبقى منك لراسك. طلق مني وبدا كيرجع للور شويه وبديت كنشوفو نقدر نشوفو مزيان. كان واحد الشخص كاع مخسر وكاع مضروب بحال شي واحد كان في كيضرب بايديه في شي كومبا ديال السيوفه. في نفس اللحظه غادي نفيق وغادي نلقى راسي عرقان بالجاد. عمر باقي خاشي داك الكاسك في راسو حل اف ال ستوديو وباقي خدام فيه. غشافني فقت ويتخلع، قال لي مالك، قال لي نوض الصاد شوف في المرايه. نط كيبان لي عنقي كامل احمر ومبورش. داكشي اللي شنق عليا في الحلمه بحال شنق عليا بصح. عمر قال لي تليفونكم الصباح هو كيصوني. انا كندوي معاه وقلت ليه ما شفتيش شكون اللي عيط ليا؟ قال لي لا. هزيتو ولقيتها 8 ديال الصباح. قلت ليه انت مازال ما نعستيش ولا كيفاش؟ قال لي لا انت فين خليتي ليا فين نعسو؟ كندور كيبان ليا راسي شاد الناموسيه كامله، لقيت راسي مسرح فيها مزيان وما كاين حتى شي فوتو اخر فاش ينعس. وراكم عارفين البيت كيف عامر بالقراعي وداك الشيء. هزيت التليفون ديالي ولقيت لي زابيل ديال واحد السيد دويت معاه من المغرب على قبل الكرا، على قبل واحد البيت باش يكريه ليا. سيد الماني نيت. عاودت عيط ليه وفي البلاصه نيت جاوبني وقال لي عيط لك في الصباح ولكن ما جاوبتينيش، البيت راه تكرا ولكن راه كاينه واحد اخر في واحد القند اخر الا بغيتي. قلت لي واخا ماشي مشكل نجي نشوفو، عطيني غير لادريس وغادي نجي ليه. المهم فوا عطاني لادريس وانا نوريها لعمر هو يشوف فيا. مع قلت لي البلاصه فين والملامح ديالو تبدلوا. قال لي ياخ. قلت لي كيفاش ياخ؟ قال هذيك البلاصه ما كيحملها حتى شي واحد،
قلت ليه انت جيتي غير 3 ايام هادي لالمان وعرفتي البلايص اللي ما كيحملوهمش وبغيتي دير فيها بلي حافظ كلشي. قال لي 3 شهور هادي ماشي 3 ايام، وانا غير قلت لك ودبر روحك منك انا نزيد نصبر ونقلب مزيان على شي بلاصه اخرى. بديت كنشوف في داك البيت وانا نقول ليه حتى فين غادي نصبر. تمنيت اخوتي يكون سمعت الهضره ديال عمر، ولكن انا قاصحه ليا الراس ودرت داكشي اللي في راسي. زعما بعض المرات كتندم ديال بصح. غسلت وجهي ولبست حوايجي وتحركت. الترام اللي راكب فيه بان ليا ضرب بزاف ديال الطريق، وبدا كيخرج واحد شويه على المدينه. وصل لواحد البلاصه الاخر ديال المدينه، وانا جاب التليفون ديالي وحال المابس وكنشوف. نزلت في التيرمينيس الاخرى والمابس مطلع لي انه باقي خصني نتمشى واحد شويه. بانت لي واحد الروتينات مشيت وانا نقصدها، تيليشارجيت واحد لابليكاسيون وبييت سكانيت الكود وهي تخدم. روتينات الكتريك بقيت غادي بها، وبينوا لي في لابليكاسيون بلي ما نقدرش نحطها في حتى شي بلاصه اخرى وخصني نعاود نرد نحطها في البلاصه اللي تحركت منها. هنا قررت انني نردها لبلاصتها وخلصت من لابليكاسيون. خلصت فيها 3 اورو. موالف نركب بها في طاكسي احمر كيدور بيا كازا كامله. المهم ما درتش في بالي ورجعت روتينات لبلاصتها وقلت نمشي غير على رجليا. تميت غادي لداخل مع ديك الطريق شي 10 دقائق تقريبا ديال الوقت. الطريق كامله فيها الكودرون بطبيعه الحال، الشجر داير بها من كل قنت، ولدرجه انه ورا الشجر ما كتشوف شنو كاين. وصلت لديك الدار وكتبان ليا تقريبا بحال دوك الديور اللي مفرج في الافلام ديال نتفليكس في هاري بوتر وداك الشيء، الافلام اللي كيتمثلوا في الاوروب. هاد الدار هادي كتبان قديمه بزاف. المهم بقيت غادي حتى تلاقى مع السيد ومديت ليه يدي السلام سلام. قال لي مرحبا بك. واحد شويه هو يشوف ليا في عنقي وقال لي شنو داكشي اللي في عنقك؟ ياك ما ضربتي مع شي واحد من النهار الاول ديالك في الالمان؟ انا كنشوف فيه وقلت له لا ما تخافش، السيد الماني نيت وكيدوي معايا بالالمانيه. قال لي هذه راه ديال جد جدي. قلت له كيفاش؟ واش ديال جدك؟ قال لي لا ديال جد جدي. انا كنشوف فيه وقلت له قال لي تقريبا راه من قبل من الحرب العالميه الاولى وهي عندنا، وبطبيعه الحال كبرنا فيها كاملين. صافي بدا كيوريني في البيوتا، وراني البيت ديالي والبيت ديالي جا الفوق. الدار فيها غير طبقه وحده، سفلي لتحت فيه 4 ديال البيوت، واحد الكوزينه كبيره بزاف وجوج دوشات. الفوق فاش كتطلع من الدروج كتلقى ديك الباب هو اللي كيدخل البيت ديالي. هذا البيت ديالي البيت السقف ديالو على شكل ديال سقف ديال الدار من برا. راكم عارفين بحال البيوت داكشي ديال الافلام، حيتاش هنا كاين شوفاج وداكشي وكاين الثلج ديال بصح. المهم وراني البيت وداكشي فيه خاوي، فيه غير شي كارطون وشي تخربيق وشي حاجه. قال لي المهم الا قررتي انك تجي تسكن هنايا فانا غادي نجي بليك الناموسيه ديالك وداكشي، وغادي البلاكار ديالك وغادي نفرش لك البيت. قلت لي صافي اعطيني واحد 24 ساعه وغدا ان شاء الله غادي نرد عليك وغادي نصوني لك وغنقول لك شنو كاين. قال لي صافي الله يسخر. مشات. خرجنا من ديك الدار ومع خرجنا غاديين خارجين ومن الدار وكيبانوا لينا واحد الكليكه جايه. هاد الكليكه فيها 4 ديال الناس، 2 دراري و2 دريات. الستيل ديالهم من دوك الستيل ديال عبادات الشيطان بحال هكاك. اللباس ديالهم كان كامل في الكحل وكامل كبير عليهم ولارج ديال بصح. الدريات صابغين شعرهم بحال صابغه وحده صابغه بالغوز وحده صابغه بالشيبي، دايرين كوب غارسون بحال ديال الدراري. بزاف ديال الخواتم وبزاف ديال البيرسينغ وبزاف ديال الحويجات. خوكم ضرب غير واحد تيشيرت وواحد الجين وكيبان ليا بلي انا مختلف عليهم ديال بصح. هزوا راسهم فينا وقالوا لنا هالو. من بعد كملوا الطريق ديالهم. انا كملت الطريق ديالي مع داك السيد. قال لي راه هادو هما اللي غيسكنوا معاك، ومن بعد غادي تتعرف عليهم راه هما ناس ظريفين ديال بصح. ما بغيت نقول حتى شي حاجه حيت هو حتى هو الماني بحالهم. هنايا بنادم عقله متفتح وما عندوش مشكل في هذا الشيء، كلشي كيقبل الاختلاف وكيعيشوا في التغيير وداك الشيء. قال لي ياك ما عندك حتى شي مشكل بحال هكا؟ قلت له لا ما عنديش حتى مشكل، كل واحد عنده الحق يدير اللي بغا وانا كنآمن بالحريات الشخصيه. قال لي لا عندك شي مشكل غير قولها لي باش انا نعرفها. قلت له لا انا كنحترم الحريات ديال كل واحد. ابتسم ليا. من بعد ركب في الموتور ديالو ويمشي من اتجاه الاخر. انا مشيت للبلاصه فين خليت الترام، ركبت في الترام في الترمينيس الاخرى وانا راجع للدار وكنفكر بزاف. عقلت على الجمله اللي قلت لكم باللي شي حاجه غادا بيا لهاد البلاصه وشي حاجه محتمه عليا انني نمشي لهاد البلاصه هادي، ولكن في نفس الوقت شي حاجه اخرى كتمنعني من انني نديرها. كنحس براسي بلي محطوط في واحد البلاصه، واحد القنبه اللي رابطاني من ايدي اليمنيه وايدي اليسريه. شي وحدين كيجروا فيا اليمين وشي وحدين كيجروا فيا اليسار، كل واحد بغاني نمشي في الاتجاه ديالو. كنحس براسي ما عندي لا حول ولا قوه قدام هذا الشيء هذا وقدام هاد الحوايج هادو وقدام هاد المصير ديالي. غادي نوصل عند عمر وطلعت لعنده وانا نريح.
قال لي مالك شتك مبدل، ما عجبكش البلان؟ قلت ليه وعلاش قلتي لي ما نمشيش لما؟ قال لي صراحه انا كنت ريحت مع واحد الدراري كيسكنوا من ديك الجي وكانوا ساكنين في هذيك الجوي، وقالوا لي بلي قلت ليه دوي صاحبي شنو؟ قال لي بلي قالوا لي بلي كيطراو شي حوايج تما اللي ماشي هما هذوك. قلت ليه صافي قلت ليه صافي فهمت. قال لي شنو فهمتي؟ داكشي ديال عبادة الشيطان وداكشي.